حلقة النهاردة مختلفة، ومش بقول كده عشان أشوقك وخلاص. بعد الحلقة دي ممكن جدا نظرتك للأماكن القديمة تتغير، لأن المكان اللي هنتكلم عنه النهاردة ناس كتير عدت من جنبه وشافت شكله الغريب، وسمعت عنه حكايات أكتر من اللي شافتها بعينيها. في ناس قالت إنه مسكون، وناس حكت عن أصوات وحكايات غريبة. لكن يا ترى إيه اللي حصل هناك؟ وليه قصر بالحجم والجمال ده بقى لفترة طويلة مقفول عن الناس؟ وهل فعلا جواه سر مخيف، ولا الحقيقة أغرب من كل الحكايات؟ وقبل ما ندخل عايزاك تفتكر جملة واحدة: إحنا مش بنتقاس بالحاجات اللي امتلكناها، إحنا بنتقاس بالحاجات الحلوة اللي فضلت مننا. والنهاردة هتعرف إن الجملة دي مش مجرد كلام، لأن صاحب القصر مشي من الدنيا، لكن اسمه لسه واقف فوق باب وفوق حجر وفوق حكاية. تعال ندخل الحكاية من أولها، لأن ساعات القصر ما بيكونش هو الحكاية، الإنسان اللي بناه هو الحكاية. كان اسمه حبيب باشا السكاكيني، راجل سوري الأصل، جه لمصر في القرن ال19، وبدأ هنا حياته من خلال عمله لحد ما قدر يبقى واحد من رجال الأعمال والمقاولين المعروفين في زمن الخديوي إسماعيل. الحكاية بتقول إن الأرض اللي اختارها القصر ما كانتش أرض مليانة قصور، كانت زمان أرض مرتبطة ببركة كراجة التركماني، وبعدين اتغير المكان وجفت الأرض وكبرت القاهرة حواليها، لحد ما جه السكاكيني وقال هنا هبني بيتي. بدأ القصر ياخد شكله، مش بيت عادي ولا قصر شبه القصور اللي حواليه. حبيب باشا اختار طراز إيطالي واستعان بمعماريين إيطاليين، لكن لما تبص فيه أكتر تلاقي الإيطالي جنب اليوناني واليوناني جنب الروماني، والتفاصيل الإسلامية داخلة بينهم. القصر ما كانش عايز ينتمي لحضارة واحدة، كان عايز يجمع العالم كله في حتة من القاهرة. عشان كده أول ما هتشوفه مش هتعرف تبص فين، هنا تمثال وهنا نافذة وهنا قبة مخروطية وهنا بنت من الرخام وهنا طفل وهنا أسدين واقفين قدام الواجهة كأنهم حراس على سر قديم. النافورة مصنوعة من الرخام ومتزينة برؤوس السباع. لكن استنى، احنا لسه ما دخلناش، لأن القصر من جوه أغرب من بره. مساحته حوالي 2698 متر مربع، 5 طوابق وأكتر من 50 غرفة وأكتر من 400 باب وشباك وحوالي 300 تمثال. انت متخيل الأرقام؟ صاحب القصر ما كانش بيحب الجدران الفاضية، كان عايز كل ناحية يبقى فيها وجه وكل زاوية يبقى فيها شيء بيتحكي. فوق المدخل الرئيسي تمثال نصف الحبيب باشا نفسه، وده يمكن من أكتر التفاصيل اللي توقفك، لأن الراجل اللي بنى القصر حط صورته فوق الباب كأنه بيقول كل اللي هيدخل من هنا هيعدي على اسم الأول. لكن يا ترى كان يعرف إن في يوم هيبقى جزء من التاريخ؟ هل يعرف إن الناس بعد أكتر من قرن هتدخل القصر مش عشان تشوف حياته، لكن عشان تعرف حكايته؟ يمكن ما كانش يعرف، لكن الإنسان دايما بيعمل حاجات هو فاكر إنها ليه، والزمن أحيانا بياخدها منه ويحولها لحاجة أكبر منه. حتى داخل القصر الجمال ما كانش سايب تفصيلة، الجدران عليها لوحات زيتية، وفي حجرة الطعام في زخارف ولوحات فنية. الأجمل إن القصر ما كانش مجرد شكله حلو، ده كان فيه مصعد وكان فيه نظام لنقل الطعام من أماكن الخدمة والمطبخ. يعني في زمن كانت التكنولوجيا فيه مختلفة تماما، كان المكان بيحاول يجمع بين الفخامة والراحة. لكن مهما القصر كان جميل، الزمن ليه كلمته، وحبيب السكاكيني نفسه مفضلش فيه للأبد. مشي صاحب البيت، لكن البيت فضل، وفضلت الأبواب والشبابيك والتماثيل، وحتى صورته فوق المدخل فضلت مكانها. وبعد وفاته اتنقل من الورثة للورثة، وبعدها القصر عاش حياة جديدة، استخدم كمقر المتحف التثقيفي الصحي، وبعدها اتنقل المتحف وأصبح القصر تحت إشراف الآثار. وهنا الحكاية بدأت تاخد منعطف تاني.
قصر السكاكيني مش بيحكي لينا عن الثراء وبس، ولا عن العمارة، ولا حتى عن راجل اسمه حبيب باشا. هو بيحكي لينا عن حاجة أعمق بكثير، عن الإنسان اللي بيجري طول عمره عشان يبني حاجة، وبعدين يكتشف إن العمر أقصر من كل اللي بناه، وإن البيت اللي كان فاكره هيكون ملكه هيجي في يوم ويبقى ملك للذاكرة، والاسم اللي كتبه فوق الباب مش هو اللي هيخلده. اللي هيخلده فعلا هو الأثر. الحجر ممكن يقع، والقصر ممكن يتغير، والزمن ممكن ياخد مننا كل حاجة، لكن الخير اللي حطيته في قلب حد ممكن يفضل عايش حتى بعد ما صوتك يسكت وخطوتك تبعد والدنيا تكمل من غيرك. يمكن دي كانت حكاية القصر. احنا مش بنتقاس بالحاجات اللي امتلكناها، احنا بنتقاس بالحاجة الحلوة اللي فضلت مننا بعد ما نمشي.